في البداية خلوني أقدم الاعتذار للكابتن محمود الخطيب عن كلمة إنذار اللي استعملتها في عنوان الفيديو. كان ممكن أستعمل كلمة أخف منها، لكن أنا قصدت الكلمة دي علشان أبين خطورة الموقف. لا تصالح يا كابتن محمود الخطيب، لا تصالح لا تصالح. رئيس نادي الزمالك لما أخطأ في حق الكابتن محمود الخطيب لم يخطئ في حقه في شخصه كونه محمود الخطيب، وإنما أخطأ في حق رئيس النادي الأهلي. وبالتالي فإن الحق هنا لا يخص الكابتن محمود الخطيب وحده، الحق أصبح حق عام، والخطأ أصبح خطأ في حق كل من ينتمي إلى النادي الأهلي. وأنا بصفتي واحد من المنتمين للنادي الأهلي وأشرف بذلك أرفض التصالح مع رئيس نادي الزمالك. الأمر لم يعد خاصا بالكابتن محمود الخطيب، وانا طبعا مش هقدر افرض رايي على اي حد، لكن من الممكن ان الموضوع يكون يحال للجمعيه العموميه في حال اراد الكابتن محمود الخطيب ان هو يتصالح. لو انك تتنازل في حقك الشخصي ده من حقك تتنازل فيه، لكن حقوقنا احنا مش قابلين نتنازل فيها. رئيس نادي الزمالك ومن أكتر من سنة من وقت ما عمل الطعن على الحكم، وهو تعالى واستكبر ان هو يقدم اعتذار للكابتن محمود الخطيب. حتى المرة الوحيدة اللي تكلم فيها عن اعتذار كانت يقول بمد ايدي للكابتن محمود الخطيب وما فيش قضايا ولا حاجة، القضايا خلاص سقطت. بالنص كده قال الكلام ده. فكون الحق دلوقتي أصبح حق عام، فالجمعية العمومية في رأيي هي اللي تقرر إذا كان يبقى فيه تصالح ولا لا. إحنا كجماهير النادي الأهلي نرفض التصالح مع رئيس النادي الزمالك. والأخوة اللي دلوقتي بيطلعين يتكلموا ويطالبوا الكابتن محمود الخطيب بالتنازل، كنتوا فين وقت ما تطاول رئيس نادي الزمالك على الكابتن محمود الخطيب بشخصه وبصفته، وتطاول على النادي الأهلي والعاملين به؟ كابتن محمود الخطيب أنا من الجيل اللي عاصر الكابتن محمود الخطيب منذ كان لاعب في السبعينات، أواخر السبعينات والثمانينات لحد ما اعتزل، وعاصرته وهو في العمل الإداري. وأعرف كويس جدا أخلاق الكابتن محمود الخطيب، رجل مهذب مؤدب محترم، وأعرف إن هو يميل للصفح والعفو. لكن معلش يا كابتن محمود الخطيب، الموضوع لم يعد يخصك وحدك، الموضوع يمس كرامة النادي الأهلي وكل من ينتمي إلى النادي الأهلي، وإحنا بنقول لك لا تصالح. أخويا الزملكاوي المحترم، وأنا عارف إنك مش واحد ولا اتنين وانتوا كتار، انتوا مؤيدين حبس رئيس نادي الزمالك، وأنا ببارك لكم، والله ما تحفيل ولا حاجة من هذا القبيل. ولكن أنا عايز النادي الزمالك فعلا ينضف ويرجع نادي الزمالك اللي نعرفه زمان، وده هيكون في مصلحتك ومصلحتي ومصلحة الكرة المصرية. وأخيرا لا تصالح.